فاكرين اماندا لورا بينز؟ كانت جزء كبير جدا من طفولتنا المشردة. عملت افلام ومسلسلات للاطفال كتير وكانت كراش لولاد كتير. ازاي بنت بريئة كيوت زي دي تتحول لدي؟ شخص مشوه مدمن للمخدرات، بائس كاره لحياته، مضطرب نفسيا وبيعاني، بس بيتألم من غير طوق للنجاة او حد ينتشله من الضياع. اللي حصل لها حقيقي مش هيخليك تكرهها، بالعكس انت هتتعاطف معاها جدا، هتشفق عليها لانها اتعرضت لأسوأ حاجة ممكن مراهق يتعرض لها في هوليوود. تعال نخش كده ونتكلم شوية عن قصتها المؤلمة. أماندا لورا باينز اتولدت في كاليفورنيا سنة 1986. اتولدت في عيلة متوسطة الدخل. مامتها كانت بتشتغل كمساعدة دكتور سنان وأبوها كان دكتور سنان، وعيلتها خاصة أبوها كان دايما شايفينها ممثلة وهو اللي شجعها، وكان الدافع الأول إنها تمثل من لما كان عمرها بس 3 سنين، يعني كانت طفلة ساعتها. حتى في المدارس كان بيركز انها تتعلم التمثيل وانها تقدم اختبارات كاستنج، وده خلى اماندا يجيلها فرص انها تظهر في اعلانات كتير جدا وقتها. طفلة جميلة وبريئة، فكانت الوجه المثالي للاعلانات. كانت كل شوية بتكبر، بريقها بيسطع وعينين ابوها بتلمع، وبيحس ان معاه منجم ذهب لازم يستغله اسوأ استغلال ممكن. ابوها تحول لمدير اعمالها وسيطر على شغلها بالكامل. عمل معاها زي ما ابو ماكولي كولكن عمل معاه بالظبط، وكان بيختار هيمثل في ايه وما يمثلش في ايه. ولو ما اتفرجتش على فيديو ماكولي كولكن فانصحك بقوه ان انت تتفرج عليه، لان اكيد عندك فضول تعرف ايه اللي حصل لبطل فيلم هوم الون، هتلاقيه فوق في علامه الاي. المهم نرجع لموضوعنا. من سن 3 سنين لسن 7 سنين اماندا ما كانتش بتعمل حاجه غير انها تمثل. ابوها كان بيوافق على كل الاعلانات والادوار، لحد في سن 7 سنين وقعت على اول عقد ليها مع وكاله تمثيل. سن صغير جدا، لكن بالنسبه لابوها ده كان السن المثالي انها تبقى رسميا في عالم هوليوود. ابوها كان حريص جدا انه ياخدها معسكرات التمثيل، بيوديها مدارس خاصه بتاخد الاطفال من عيلتهم وبتعلمهم التمثيل لغايه سن معينه. وفي حفله التخرج بيتم دعوه ممثلين، مخرجين، منتجين ومكتشفين مواهب. مفيش حاجه اسمها بنتي تتعلم التمثيل بمزاجها او حتى انها تعيش طفولتها، لا انا هجبرها تمثل وتتحول لايقونه وتنقلنا لحياه الثراء اللي بنحلم بيها. في حفله تخرجها بتيجي الفرصه الذهبيه لاماندا لما بيجي منتجين من قناه نيكلوديون وهم براين ودان شنايدر، بيبصوا عليها وبيقولوا البنت دي لقطه، هي مستقبل الشركه، وعلى طول بيتعاقدوا مع ابوها انهم يشتغلوا معاها. هنا اماندا بدات تشتهر اكتر، بتظهر في مسلسلات نيكلوديون المشهوره بادوار صغيره وكمان عروض كوميديا على المسرح وسط نجوم لامعين، وبالتدريج بدات بعدها تاخد ادوار اكتر. الجمهور حب اماندا، البنت الجميله العفويه الطيبه. شكلها ما كانش هو اللي بيميزها، البراءه هي كانت السلاح اللي بيبيعه نيكلوديون للناس، وده بيخلي نيكلوديون تعمل برنامج لاماندا خاص بيها سنه 1999، وكان اسم البرنامج ذا اماندا شو. البرنامج حرفيا نجح نجاح مبهر في امريكا، بالذات اول موسم ليه، وبقى من اعلى البرامج تقييما على نيكلوديون. ما وقفوش في موسم واحد، عملوا منه 3 مواسم، وكمان اماندا فازت باول جايزه في مشوارها الفني كممثله شابه. بس مع الوقت البرنامج ما كانش بالقوه اللي تخلي نيكلوديون تكمل فيه، وقفته بعد 3 موسم. مع شهرة اماندا الواسعه والجمهور والاخص المراهقين حبوها جدا، اماندا بقت عباره عن مكنه ATM او العمله الذهب لاهلها وللمنتجين وحتى نيكلوديون. معروف في الوقت ده ان الصحفيين والباباراتسي، الناس اللي بيصوروا المشاهير في كل حته، كانوا مشهورين قوي بمضايقتهم للمشاهير وانهم بيحاولوا يستفزوهم عشان يطلعوا منهم ردة فعل. وده اللي حصل مع اماندا، وزي ما حصل بالظبط مع لينزي لوهان اللي لو ما اتفرجتش على الفيديو بتاعها انصحك بقوه ان انت تروح تتفرج عليه. اماندا كانت تقريبا في سن ال 12 سنه، اخذت شخصيه البنت الكيوت اللي بتضحك على طول والاجتماعيه والبنت المثاليه. لكن واحده من الممثلات خلف الكواليس صرحت ان اماندا بتعاني من الاكتئاب ومش بتحب تتكلم مع حد ودايما بتتجنب زمايلها. اماندا كانت مكسوره، فراغ جواها مسيطر عليها، مش حاسه انها سعيده باللي بتعمله، غير ان ابوها كان دايما معاها في الكواليس بيحكم سيطرته عليها وبيتحكم فيها لدرجه انها لو عملت مشهد واحد غلط بيبدا يزعق ويتعصب عليها قدام فريق العمل ويهددها انه هيعاقبها. طب ايه العقاب ده؟ محدش يعرف، بس كلامه كان كفيل ان يخليها تترعب وتسمع كلامه بدون نقاش. اماندا بعدين لما كبرت صرحت ان اهلها ما كانوش بيخلوها تروح اي مكان لوحدها، ممنوع تصاحب اي حد او تكون علاقات مع اي حد، اللي بيمثلوا معاها مجرد زمايل مش اكتر. وفي سن 14 سنه وهي سن المراهقه، ابوها حرفيا كان بيمنعها من كل حاجه، حتى
حتى الاكل عشان ما تتخنش لازم تاكل عدد وجبات معين جدا وبشكل قليل جدا عشان تحافظ على رفعها ده هو اللي بيخلي المنتجين يتعاقدوا معاها ومع ابوها وهو اللي بيجيب فلوس. حرفيا كانت محبوسه طول الوقت مش عارفه تشم نفسها مع اب كان مهتم بادق التفاصيل عشان تفضل ممثله مثاليه. في الفتره دي حصلت لاماندا يمكن اقرف مواقف ممكن بنت تتعرض ليها في سن المراهقه. بنخش على البعبع الوحش اللي في القصه دي، المنتج داني شنايدر، المنتج اللي اكتشف اماندا. اكيد انت سمعت عن الفضايح اللي انتشرت عليه حاليا وانه كان بالممثلين وبيحاول يطلع منهم بخدمات جنسيه. مخرج معروف انه كان بيعتدي لفظيا على زمايله وبيشتمهم، ده غير انه كان بيطلب من الممثلات اللي معاه يدوا له مساج، يعملوا له مساج كده. واكبر مصيبه ان الاشاعات بتقول انه بيدو كان وحش مع الاطفال، واكيد انت فاهم قصدي. عموما لو حابب اعمل عنه فيديو اكتب لي في الكومنتات. في فيلم وثائقي بيدعي ان اماندا كانت واحده من الضحايا. بدأ الموضوع لما كان بيتحمرش بيها مثلا ويحط ايده بشكل غير لائق على جسمها، والحركات ما كانتش مريحه لاماندا المراهقه. والصادم ان ابوها وامها كانوا غالبا شايفين ده ولكن بيتجاهلوا الموضوع لان منتج المسلسل بتاعها، وطبعا هم عايزين الفلوس، هو ده همهم، مش مهم بنتنا. الراجل ده كان بشع لدرجه ان في المسلسل كان في مراهقين تانيين بيمثلوا معاها ادوار ثانويه. واسمع بقى معايا الشخص المريض ده كان بيعمل ايه. داني شنايدر هو اللي كان بيعمل كاستنج للممثلات البنات، فكان بيجيب ممثلات صغيرين في سن المراهقه وكان بيطلب منهم انهم يقولوا جمل معينه فيها ايحاءات جنسيه او يمثلوا بملابس غير لائقه، يلبسوا ملابس تعري اجسامهم. وكل ما البنت تتعرى اكتر كل ما يزيد فرصها في انها تمثل. وبعد ما بيتم قبولهم بيعمل هو حفله بيجمع فيها المنتجين والمراهقين اللي تم اختيارهم كنوع من الاحتفال بيهم، وكان بيمنع اهل المراهقين دول معاهم في الحفله. مساعدين دان كانوا دورهم انهم يقنعوا الاهالي يسيبوا البنات يروحوا حفلات زي كده لوحدهم باعتبار انها حفله للمنتجين وعشان ياخدوا ادوار وفرص اكبر. وفي الحفله دي دان كان بيصور المراهقين صور غير لائقه، صور سيكشوال بمساعده منتج تاني، وكانوا نوعا ما بيتحمرشوا بالمراهقين دول. ومن ضمن الممثلات اللي خاضوا التجربه البشعه دي كانت الممثله اريانا جراندي لما كانت طفله صغيره وبتمثل في نيكلوديان. وقت العمل بقى على مسلسل ذا اماندا شو دان كان عنده هوس يا معلم بالرجول، ايوه بالرجل، كان عامل بالظبط زي تارانتينو بس تارانتينو مع الكبار وهو مع المراهقين. كان بيجبر المراهقين في مواقع التصوير يمشوا حافيين، وبعض من الناس بعد ما شافت ذا اماندا دلوقتي فهموا بعض المصطلحات والحلقات اللي كانت بترمز لمعاني جنسيه، رغم انه اصلا مسلسل مخصص للاطفال والمراهقين لكن كان فيه معاني خفيه. وده طبعا خلى اماندا الطفله المفضله للمنتج المتحمرش دان، واهلها كانوا بيسمحوا بتجاوزات كتيره معاها، وبالمقابل اهلها كانوا بيقبضوا وبيشتروا بالفلوس عربيات وفلل. بعد كام سنه من شغلها مع نيكلوديان بتقرر تنهي التعاقد مع اماندا، وفي بعض المصادر بتقول ان هي اللي سابتهم. في الوقت ده كان عندها 15 سنه وبتنطلق اخيرا لهوليوود، وبيتفتح ليها فرص كتير جدا انها تمثل في افلام المراهقين اللي كانت مشهوره ساعتها. اماندا ما وقفتش، كانت بتستغل اي فرصه بتجيلها وكملت نجاحها، وكل ما تشتهر اكتر كل ما تحس بالسخط من اهلها اللي بيستغلوها. كانت بتكرههم وتشمئز منهم، بتبدأ تبعد عن شوية عن أهلها وتفكر في مستقبلها. وبما إنها دلوقتي ممثلة ناجحة لازم يكون ليها محامين ومدير أعمال عشان تقدر تتحكم أكتر في فلوسها. بتشغل معاها ناس يديروا أعمالها أكتر، لكن ده طبعا بيخلق مشاكل كتير مع أهلها. في سنة 2003 أبوها بيتخانق مع الفريق بتاعها بالكامل وبيطردهم عشان يكون هو المتحكم الوحيد في فلوسها. وفي سنة 2004 أماندا خلاص بتقرر تتمرد بالكامل على اهلها. بيفيد بيها خصوصا لما بتعرف ان اهلها ما كانوش بياخدوا الفلوس يشيلوها ليها لما تكبر ويكون ليها الحق القانوني تصرفها، لا دول كانوا بيصرفوها على نفسهم وعلى اخواتها. بتقرر ترفع قضيه للخروج من وصايه ابوها وامها عشان تكون هي المسيطره على فلوسها وحياتها المهنيه. ابوها لما عرف كده حس بغضب شديد جدا، بيقرر يطرد اماندا بالكامل من بيته ويمنع اي حد انه يساعدها. حرفيا رماها في الشارع ولا كانها كلبه مش بنته من لحمه ودمه. في الوقت ده اماندا ما كانش عندها حد تثق فيه غير المنتج دان شنايدر. كانت بتقضي في بيته وقت كبير بالرغم ان هو كان متجوز، وبعدها ما بقاش مجرد وقت بتقضيه بل انها بتبات في بيته لفتره طويله جدا تعدي الايام. هنا الناس اتاكدت ان دان شنايدر بيلعب بيها نفسيا. الصحافه بدات تتساءل هي ليه عنده وبيعملوا ايه سوا، والاشاعات بدات تكتر. شنايدر كان عارف كويس ان ده اكتر وقت هي محتاجه فيه حد كان بيلعب بيها وبيفهمها ان هو فاهمها وبيعاملها كبنت بالغه مش كطفله
مرحلة مراهقة وانه هيساعدها. الفيديوهات اللي طلعوا فيها سوا والصور بتخلي الجمهور يشك اكتر في علاقتهم، علاقة مش طبيعية. الاشاعات بدأت تزيد والصحافة طلعت اشاعة انها حامل منه، وطبعا ده مش حقيقي. مع الوقت اماندا بيزيد اكتئابها، بتقرر تعوض كل حاجة خسرتها عن طريق تدمير نفسها، اكن ده هيخليها تنتقم من اهلها. بدأت تاكل بشراهة شديدة جدا كنوع من التمرد على اهلها اللي كانوا بيدوها ادوية توقف الشهية وادوية تنحيف من سن 12 سنة، وده اثر عليها في التمثيل. بدأت تنسى النص بتاعها بشكل متكرر خلال المشاهد، وتضحك بشكل غريب جدا في مواقع التصوير، لدرجة ان زمايلها كانوا خايفين من تصرفاتها. بدأت شوية بشوية تشرب مخدرات عشان تهرب من ضغوط حياتها وادمنتها. بدأت تروح حفلات ماجنة، خمرة، سهر، حياة من اللهو، ورغم كل ده لسه فاضية، مش قادرة تخفف من الألم اللي جواها. كل حاجة بتعملها بترجعها لنفس السؤال اللي بيطاردها طول حياتها: ليه أنا وحشة؟ ليه مش عارفة أكون مبسوطة؟ بالرغم من النجاح اللي حققته في فيلم شقيق زمان، اكتئابها بيزيد. بيقال إن هي لما مثلت دور ولد في الفيلم ده دمر ثقتها في نفسها وحسسها إنها بشعة، ولأنها بتعاني من قلة الثقة في النفس، وعلى طول كانت بتشوف نفسها تخينة وبشعة وتقارن نفسها بممثلين تانيين نتيجة طبعا الضغط اللي أهلها حطوها فيه من صغرها. أماندا بتستمر في التمثيل فترة صغيرة جدا. بعد فيلم ايزي ايه الوضع بدأ يخرج عن السيطرة. لما راحت شافت الفيلم في العرض الخاص في السينما، نفس الإحساس جالها قد إيه هي قبيحة وغير جميلة. أعلنت بشكل رسمي إنها توقف نهائيا التمثيل في سن 24 سنة. أماندا ما بقتش قادرة تبص على نفسها في المراية، كل ما تبص على شكلها بتشوف نفسها وحشة وبشعة. بس من كتر ما اتهوست بشكلها بقت تعمل عمليات تجميل كتير جدا ملهاش لازمة، لمجرد بس إنها تحس بالرضا عن شكلها، ولكن طبعا بيحصل نتيجة عكسية والعمليات دي بتبوظ شكلها أكتر. بعد قرار اعتزالها الجمهور بدأ يسمع أخبار غريبة عن حياتها. في 2012 الشرطة بتوقف أماندا بسبب إنها كانت بتستخدم تليفونها وهي بتسوق، وأماندا بتهرب منهم، لكن بيوقفوها مرة تانية بعديها بشهر، والمرة دي كانت بتسوق تحت تأثير الكحول وعرفت تهرب مرة تانية. بعدها بكام شهر خبطت شخص بعربيتها خبطة صغيرة جدا سببت في كسور. بتخش وبتعالج الشخص ده وبتحل المشكلة في المحاكمة، لكن بعديها بكام شهر بتخبط عربيتين بعربيتها. واخيرا بعد كل الحوادث دي الشرطة بتقرر انها تسحب رخصتها منها بشكل نهائي، لكن ده ما وقفهاش. كملت انها تسوق من غير رخصة والشرطة عرفت توقفها تاني، والمرة دي خدوا عربيتها وحبسوها فترة صغيرة وخرجوها واحتفظوا بعربيتها. أماندا واضح انها مضطربة، وبيبان ده اكتر لما بدأت تعمل تويتات غريبة جدا، تويتات بتوجهها لمشاهير وفنانين كبار خلت الجمهور يتريق عليها. في مرة كتبت تويتة لباراك اوباما تطلب منه يرجع لها رخصتها. مرة نزلت تويتة كتبت فيها ان ابوها اعتدى عليها وهي صغيرة، بس بعد كام يوم مسحتها وقالت ان الكلام اللي كتبته ده كذب، وان الشريحة اللي في دماغها بتجبرها تقول الكلام ده، وان اللي حط الشريحة دي عشان يسيطر عليها هو ابوها. مرة تنزل تويتة تقول فيها انا وحشة وترد على نفسها وتقول لا انا حلوة، تقول انا هعمل عملية تجميل واغير ملامح وشي، لو انت جميل كلمني، لو انت وحش ابعد عني. تقعد تمنشن فنانين زي دريك وزاك افرون وتقول لهم انتوا وحشين. الموضوع هنا ما تحولش لأسوأ بل اغرب، بيبان اضطرابها النفسي اكتر واكتر. واحد مثلا في الشارع بيلاقيها ماشية بهدوم مقطعة، بيقرر انه يساعدها وياخدها المستشفى. هنا الشرطة بتبلغ اهلها بيجوا وبيعرفوا ان بنتهم حرفيا بتضيع، ولكنهم بيعرفوا برضو ان بنتهم صرفت $1,000,000 في ولا حاجة. وهنا بيقرروا يرفعوا عليها قضية حجر مؤقت، حجر على فلوسها، يمنعوها تصرف فلوس اكتر. مش فارقة معاهم ان هي في المستشفى، مش فارقة معاهم ان هي منهارة او تعبانة نفسيا، المهم ما تصرفش الفلوس. مع الوقت اماندا بدأت تتحسن لدرجة انها عرفت ترجع رخصتها مرة تانية، لكن اول ما الحجر اترفع والسيطرة رجعت لها مرة تانية رجعت اسوأ. المرة دي بقت مدمنة وبتسوق تحت تأثير المخدرات، وبعدها مسكوها وهي بتسرق في محل، وبعدها اتخانقت مع حد في نادي ليلي نايت كلاب واتطردت من مطار JFK. بعدها بشكل مفاجئ لقوها بتشتري هدايا غالية جدا لناس ما تعرفهاش، وهنا اهلها بيقرروا يتدخلوا في حياتها مرة تانية. المحزن في الموضوع انهم ما بيتدخلوش فعلا غير لما بيلاقوها بتصرف فلوسها، تعمل
تعمل حوادث، يتقبض عليها، تدمن مخدرات، تخش مصحات عقليه، كل ده مش مهم، المهم ما تصرفيش فلوسك. طبعا اماندا ما كانتش مبسوطه بالقرار ده وتحكمهم فيها المستمر، ودايما كانت بتشتكي على تويتر. وفي 2014 كانت عامله حساب سري على تويتر تطلب من الناس فلوس $10 $40 عشان تاكل، لكن الحساب اتفضح انها هي ما تعرفش هل فعلا كانت محتاجه فلوس ولا ده بسبب اكتئابها واضطرابها النفسي. بتخش مركز لتاهيل المجرمين في سنه 2019، وهناك بتحب راجل كان معاها برضه بيتعالج، لكن الاتنين كانوا توكسيك جدا على بعض. تخيل هو مريض نفسي وهي مريضه اكتر منه، متوقع شكل العلاقه هيكون عامل ازاي. كانوا متفقين انهم يكملوا حياتهم سوا ويتجوزوا، ولما بقت حامل هو اجبرها انها تنزل الجنين اللي في بطنها لانه مش مستعد يكون اب. بعدها بنعرف ان كل ده كذب وانها ما كانتش حامل اصلا، هي كذبت وما تعرفش كذبت ليه اصلا. علاقتهم كانت غريبه ومش مستقره، على طول بيتخانقوا وبيرجعوا لبعض. بعدها دخلت في شراكه مع واحد بيدعي ان هو عالم كيمياء، لكن بعديها بنعرف ان هو واحد سادي كان مشارك بنت في السكن وقتل كلبها. بعدها بسنتين بيتقرر تنفصل، وفي 2022 بتطلع من تحت وصاية اهلها تاني، لكن عمرها ما بترجع انسانه طبيعيه مره تانيه او البنت المراهقه البريئه اللي شفناها اول مره. بعض المصادر بتقول ان اول واحد اداها كان المنتج دان شنايدر، كان بيديها ادويه بتعالج الاي دي اتش دي، ادويه تساعدها تركز في اثناء التصوير وتحفظ النص بتاعها، ولكن هي فضلت تستخدمها وهي وادويه تانية عشان تحافظ على رفعها، وممكن تكون هي السبب في اضطرابها النفسي. اماندا لورا باينز لسه لغايه دلوقتي بتعاني، حالتها النفسيه والعقليه بتبان اكتر مع تصريحاتها الغير منطقيه. ايه اللي وصلها لكده؟ هل فعلا دان استغلها لغايه ما انهارت، اتكسرت، ما بقتش قادره تكمل، ولا أهلها دمروها لما سيطروا عليها واستغلوها أسوأ استغلال ممكن؟ هل أبوها حولها من طفلة بريئة لشخص بيعاني بيدمر نفسه من كم الصدمات اللي تعرض لها وهو صغير؟ من ضمن كل المشاهير اللي اتكلمت عليهم أماندا حقيقي أكتر قصة صعبت عليا فيها. كان نفسي يبقى في بريق في نهاية النفق وأقول لك إن كل ده اتغير، حياتها اتغيرت، بقت أحسن، رجعت تاني تمثل، أو على الأقل حياتها بقت مستقرة وإيجابية، ولكن للأسف ده ما حصلش. أتمنى ده يحصل قريب لأنها كانت شخص أجمل من أن يتم تحطيمه من أقرب الناس إليه. وبكده تنتهي قصة أماندا لورا باينز. قول لي رأيك في الكومنتات، وكالعادة ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع على الانستا لو حبيت الفيديو ده وحابب المحتوى. وبيس.